ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل وصفة مكرونة سهلة جدا وجميلة. بربع كيلو لحمة بس هنعمل أكلة محترمة. بصوا، وفي طاسة واحدة خطيرة. مكرونة تجنن بالصوص كده بقى ورهيبة. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة، فوق سخنة على النار جدا، هنحط بقى معلقتين كبار سمنة. هننزل بربع كيلو لحمة من حتة طرية، وهنكون مقطعينها مكعبات صغيرة زي ما انتم شايفين كده. هنقلبها في السمنة لحد ما تاخد معايا تحميرة حلوة جدا. كل ده النار عالية علشان اللحمة ما تنزلش ميتها. بننزل ببصلة متوسطة مقطعينها مكعبات صغيرة، وبنقلبها ونشوحهم كويس مع اللحمة. عندنا بقى رشة فلفل اسود، هنغطي ونهدي النار خالص. بصوا بقى، وسيبنا اللحمة لحد ما خدت اللون البني الجميل ده. هننزل برشة بهارات لحمة وهنسقيها بمية مغلية. هنغطي ونسيبها لحد ما تستوي وتشرب المية بتاعتها. هنبتدي بقى نحط زيت، ننزل بمعلقتين كبار صلصة وطماطم مبشورة. هنغطي بقى ونهدي عليهم النار يتسبكوا مع بعض. هننزل بقى بكيس مكرونة 400 جرام. انا استخدمت مكرونة حلزوني، ممكن تستخدموا اي نوع مكرونة تحبوه. هننزل المكرونة مش مسلوقة، هننزل عليها بمية مغلية ونغطيها. بصوا بقى، ونهدي النار لحد ما تستوي. بصوا بقى ما شاء الله بتشرب ازاي المكرونة بتبقى حلوة. هنحط ملح وهنحط فلفل اسود لحد ما المكرونة تستوي معانا وتبقى بالشكل ده. مكرونة باللحمة غرقانة صوص، طعمها خرافي. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش لايك للفيديو، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.